شاهد نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني يتخذ قرارا صادما قبل مواجهة المغرب في النهائية. أعلن النجم السنغالي ساديو ماني أن نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025 سيكون الأخير له في مسيرته الكروية ضمن هذه البطولة، مؤكدا أن اللحظة سوف تشكل ختاما مميزا لمسيرته الحافلة بالإنجازات مع أسود التيرانغا. وجاء هذا التصريح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز السنغال على مصر في نصف النهائي بهدف لواحد. عبر ماني ساديو عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى النهائي ورغبته في الاستمتاع باللقاء وإسعاد جماهير بلادها. قال ساديو ماني: النهائي نعرف كيف نلعبه، وكما نقول دائما النهائي يكسب، وسأكون سعيدا جدا باللعب في آخر نهائي لي بالكان. سأحاول الاستمتاع بهذه التجربة وإسعاد بلدي. هذه الكلمات تعكس المشاعر اللاعب تجاه مسيرته البطولية والمليئة بالإنجازات، والتي شملت تحقيق اللقب محليا وقاريا مع أندية أوروبية، بالإضافة إلى التأهل مع المنتخب السنغالي في البطولة الكبرى. ومن جانبه أبدى مدرب المنتخب السنغالي تقديره الكبير لدور ساديو ماني داخل الفريق، مؤكدا أن السنغال ما زالت بحاجة إلى خبرته وقدرته القيادية. ساديو ماني قال: إنه نهائي للأحد سيكون الأخير له في الكان، لا الكل ما أعرف أننا بحاجة إليه والسنغال بحاجة إليه،